بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اتكلم عن عن حاجة بتحصل في الاهلي مؤخرا، اخر الفترات اللي فاتت دي، من ناحية اللعيبة. عندنا لاعب كان واعد، كان لاعب صاعد من النادي الاهلي، وكان من ضمن الاشبال بتاعة النادي الاهلي، واللي توسم فيه خير الكابتن محمود الخطيب لما كان عامل برنامج وجابه وقعد ينطط قدامه ومش عارف ايه، وقال له انت لعيب كويس، وقدم مع فريق الشباب بطولة كويسة، وعمل ماتش كويس واتشهر ومش عارف ايه. بعد كده اتصعد للنادي الاهلي فريق اول، بعد كده لعب، بعد كده دخل مع كوكبة من النجوم، بعد كده خد فرصة واثنين وثلاثة. ابتدى ان هو يحط رجله ويثبت للجمهور ان لا، ان لسه في كباتن بعد ابو تريكة، لسه في بعد حسام غالي الكلام ده. وكان ماشي على الطريق الصحيح الى ان ما تعرفش بقى، سنه صغير، الفلوس عميته، ما تعرفش الدنيا ماشيه معاه ازاي. فتحول بيراميدز غرته بعد احتراف، بعد اصابات الاهلي سد معاه ومش عارف ايه، واطلع احتراف، وجابه من احترافه، هو كان اصابه، خده عالجه قعده عنده، بعد كده اهله تاني وقدمه تاني وعمل منه بطل تاني وعادوا للحياه زي ما بيقولوا. بعد كده بيراميدز جت عرض عليه العرض. انا بتكلم طبعا عن رمضان صبحي، اللي هو دلوقتي محدش يسمع عنه حاجه، اللي هو من ساعه ما خرج من الاهلي محدش بيشوفه في اي حاجه. حتى البطوله الافريقيه اللي بيراميدز خدها ما كانش موجود فيها، او ما كانش بارز فيها، فاهمني؟ برضو في الفترة الأخيرة كان يمكن الحدثين دول الأبرز يعني. وسام أبو علي. وسام أبو علي جه من نادي معرفش، مجري تقريبا ولا معرفش إيه، بس جه وعمل من نادي مغمور زي ما بيقولوا، وجه عمل اسم في النادي الأهلي، والجمهور حبوه مش عارف ايه، وشاف نفسه في النادي الاهلي، برضو الاهلي لمعه. وابتدى ان هو في كاس العالم للانديه ابتدى ان هو يتنطط، انا عايز امشي، انا عايز اروح، انا عايز مش عارف ايه. فجاله كولومبوس كرو، فخده بالفلوس اللي الاهلي عايزها وخلاص مشي. بس دلوقتي برضه محدش يسمع حاجه عن اسامه ابو علي. الفتره اللي فاتت دي من قريب مثلا سمعنا ان في مشاكل مع النادي كولومبوس كرو، مع اسامه ابو علي ومع باقي اللعيبه، ان النادي دوت ليه سمعه مش كويسه في الدوري الامريكي، ان هو مش بيدي اللعيبه مستحقاتها في موعدها، وفي نفس الوقت بيقلل من مستحقاتها. ده اللي خلى شك في اسامه ابو علي، ان هو انا ايه اللي جابني هنا ومشيت ليه ومش عارف ايه. ده بلس بقى ان اصلا هو راح اتفاجئ ان احنا كجمهور الاهلي كنا حابين اسامه ابو علي، لان هو من اخواتنا. فلما راح اتفاجئ ان قالوا له لا، انت هتنسى اخواتنا دول، انساهم خالص، انت هتلعب عندنا بالهويه الدنماركيه. فلما راح لقى في غرفه خلع الملابس اسامه ابو علي تحتيه العلم الدنماركي، ناسين خالص ان هو تبع اخواتنا، ناسين خالص ان هو تبع الفئه دي. هنكمل في جزء تاني.